بيانات الفيزا بتاعتك وحسابك البنكي موجود على منصه من منصات على الانترنت على صفحتك الشخصيه، وتم اختراق الصفحه دي والهاكر دخل عليها واخترقها. فانت عندك حل من اتنين تعملهم: يا اما انت لسه بتقدر تدخل على الصفحه بتاعتك، ففي الحاله دي حاول تغير الباسورد بسرعه وتمسح كل بيانات الحساب البنكي بتاعك، وحاول تفعل المصادقه الثنائيه عشان تقدر تحمي نفسك. وطبعا بلغ المنصه اللي انت عليها دي ان حصل اختراق. طب لو ما لحقتش تدخل، وده يعني غالبا ده اللي بيحصل، ان الهاكر بيقفل لك الصفحه، في الحاله دي تواصل على البنك بسرعه، خليه يوقف التعامل على البطاقه دي، سواء كان تجميد كلي او ان انت توقفها ايقاف مؤقت، ايا كان ايه اللي في البنك. وبعد كده تواصل مع المنصه، بلغهم ان حصل اختراق منصتك اللي عليها حسابك الشخصي، وتواصل في الحالتين بقى. في الحلين حاول وتواصل مع اهلك وزمايلك وبلغهم ان حصل اختراق عشان ما يتعاملش معاهم. تابعنا في كود فيرس اكاديمي، يوصلك كل جديد في حمايه نفسك وبياناتك. سلام عليكم.